ازيك يا كوتش عاملة ايه؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك يا أستاذ محمود؟ الحمد لله تمام والله. اخبارك ايه؟ الاخبار اخبار الدنيا ايه؟ الحمد لله كويسة، هو صح في شوية امتحانات والواحد مضغوط بس هو تمام. خير ان شاء الله، رب ان شاء الله هتعدي يعني متقلقيش. إن شاء الله. عملتي بودكاست قبل كده ولا دي اول مرة؟ هو عملت قبل كده بس كان يعني شوية نصايح لثانوية عامة، عملت تقريبًا حلقتين 3 وبس، وبعدين ما كمّلتش بصراحة عشان التسجيل والصوت وما كانش عندي مايك مم. كويس، فكل ده أثّر. مم. تمام. طيب ايه رأيك عموما في الفكرة بتاعت البودكاست اصلا؟ هل شايف ان هي مفيدة للشباب ولا شايف انها ممكن تكون تضييع وقت او شايف ان هي مثلا وقت بس مقابل إفادة قليلة؟ ايه نظام البودكاست معاكي؟ لأ، هو أنا بصراحة من محبّي البودكاست جدًا، بعيدًا يعني عن إني عملت أو لأ، بس يعني تقريبًا أنا يومي بيبدأ ببودكاست وبينتهي بيه، فالبودكاست مفيد مم. خالص بصراحة والفكرة هايلة. خصوصًا فكرة إنك تتواصل مع ناس وتكلمهم ويشرحوا خبراتهم، دي بصراحة فكرة كويسة جدًا، مم. وأنا بادعمها جدًا سواء كنت موجودة أو لأ. يعني انت اصلا بتسمع بودكاست عموما كل يوم يعني، وبرضه معتمدة عليه وشايفه ان هو فعلا مفيد للشباب يعني؟ أيوه ده كده يعني. أنا أصلًا بانزّل بوستات كتير على الموضوع ده ودايمًا باوعي الناس إنه لأ، لازم نسمع بودكاست وكده، ده غير إن هو بيوفّر مم. جدًا في الوقت، مش ما فيش أي مضيعة إطلاقًا يعني. ممكن تبقى شغّال مم. بتعمل حاجة معيّنة ومشغّل جنبك البودكاست، فيعني لأ، يعني هو اه توفير وقت فعلًا. تمام. طب زي الفل. طيب في أول البودكاست بتاعنا كده عايزك تعرفي نفسك للجمهور. مين آية مؤمن؟ بتعمل إيه؟ عندها كام سنة؟ وهكذا. طيب في الأول أنا آية مؤمن، عندي 20 سَنة، في تالتة كلية الصيدلة في جامعة سوهاج. بالنسبة لباعمل إيه، تالتة كلية فأنا صيدلة؟ كلية صيدلة؟ آه، مم. صيدلة. تمام. مم. بالنسبة لباعمل إيه، فأنا من حوالي سنتين أو سنتين ونُص تقريبًا، يعني زي أي حد في السِن ده أو في الوقت ده تحديدًا، أجازة، فاضي، دايمًا ماسك التليفون 24 ساعة، فحسيت إنه مم. في تفاهة في الموضوع وأنا لازم أستغل وقتي أكتر من كده، فبدأت أدوّر وأشوف، بعدين عجبني مجال كتابة المحتوى، فبدأت فيه، مم. بدأت أشوف كتابة المحتوى يعني إيه الcopywriting يعني إيه التسويق بالمحتوى يعني إيه، يعني الموضوع بدأ عشوائي شوية، كنت باشوف كذا حاجة فكنت بادوّر مثلًا الكلمة دي معناها إيه، دي معناها إيه، فاكتشفت إن أنا لأ مم. عارفة دي إيه ودي إيه، بس مش عارفة المسمى بتاعها، فبدأت أيوه. بعدين أجرّب أكتر وأشوف وأقرا كُتب، حتى عملت كتيب كده عن كتابة المحتوى اسمه كبسولة كتابة المحتوى، وبدأت أطوّر أنا نفسي شفته أكتر في هو يعني عملته في أنا شفته على البداية فكرة، وبعته للتيم شفته وبعته للتيم اللي عندي كمان وشكروا فيه. قلت لهم اقروا الكتاب دوت هيفيدكم. إيه ده بجد! شكرًا خالص والله. اه. اه والله. مم. بس فاتعلمت كتابة المحتوى وحاليًا خبرة سنتين ونُص واشتغلت في أكتر من مكان، منهم مؤسسة مسيرتك للمنح الدراسية، و مم. وباكتب حاليًا في مركز علاج طبيعي لدكتور الدِربي لو تعرفه، هو مشهور خالص، مم. تمام. وباكتب ريبورتات برضه في موقع بدأت كوسكور بدأتِ تعملي فلوس سعودي. من المجال ولا لسه؟ دولارات. الحمد لله. ما بناخدش دولارات يعني، هو بيتحوّل مصري بس أحسن من ما أنا فاهم إن الفلوس. هو مش ما فاهم إحنا مش بندوّر بالدولار، إحنا غلابة، أنا فاهم آه. طب بالضبط. قدرتِ مثلًا تعملي مثلًا فلوس من المجال دوّة مثلًا بعد قد إيه مثلًا؟ لإن في ناس كتير بيكونوا عايزين يخشوه بس فاكرين إنهم هيعملوا مثلًا فلوس من أول شهر والّا من تالت شهر مثلًا، فبيحبطوا لمّا بيلاقوا نفسهم ما عملوش فلوس. ده أنا تقريبًا قعدت 6 شهور أو 7 شهور بعد ما اتعلّمت إمم. إمم. ما دخلتش مليم واحد حرفيًا، فالموضوع محتاج شوية صبر يعني، شوية صبر كتير بصراحة، لإن في الأول مش بييجي أي دَخْل خالص، الموضوع محتاج مجهود إمم. وصبر وحوار يعني. إحنا لسه هنقول للناس كمان شوية، هنقول للناس أنتِ عملتِ إيه وإيه الطريقة اللي يمشوا عليها والخطوات، يعني إن شاء الله هنضبط لهم الدنيا يعني. طيب مش غريبة برضه إن أنتِ شايفة إن أنتِ كلية صيدلة أنتِ ناوية تعملي career shift برضه والّا إيه؟ غريبة يعني في صيدلة ورايحة تتعلمي مجال كتابة المحتوى يعني. لأ، هو بصراحة الكُلّية عندنا يعني إيه، برضه فيها وقت إن أنت تعمل حاجة تانية أو تمارس هواية تانية، طبعًا الوقت ما بيكونش كتير، بس ده يعني حقيقي إيه، فعلًا. لو ضبطت الوقت عندك ويعني عملت time management كويس، لأ ممكن تستغلّي الوقت ده في حاجة تانية، فأنا ما عنديش مشاكل، أنا كل يوم تقريبًا بيضيع حوالي 3 أو 4 ساعات على الشغل، ده بجانب المذاكرة والحمد لله يعني المذاكرة ماشية بشكل كويس وبارتّب على الدفعة والدنيا تمام، ف آه، ما فلأ أنا يعني شُفت الpost بتاعِك وأنتِ بتقولي مرتّبة مش عارف ال10 والّا كل سنة في آه، تقدُّم يعني. يعني لو في سَنة أولى وتانية مش التالتة دي مش ضامناها. إن شاء الله خير. تمام. طيب أنتِ دلوقتي شايفة إن لو واحد عايز يبدأ يخش مجال كتابة المحتوى تمام، يبدأ يعمل إيه؟ والله أنا شايفة
ان اول حاجه هو لازم يبداها ان هو وهل ياخد هيدفع فلوس من الاول؟ ثانيه واحده، هل هيدفع هل يبدا ياخد فلوس من الاول كورسات من الاول بفلوس وكده، ولا يبدا مجاني ويدور مع نفسه، ولا مثلا يختصر الطريق ويروح لواحد مثلا ويديله فلوس ويعلمه، ولا ايه؟ انت شايفه ايه؟ لا، هي بتختلف من شخص للتاني. يعني انا كآية ما دفعتش قرش واحد بس حرفيا في كورس كتابة محتوى اطلاقا، بس في غيري دفع تمام ودفع كتير. فهي بتختلف من شخص للتاني، هل انت عندك مهارة التعلم الذاتي ولا لا. لو عندك فخلاص ابدأ انت لوحدك، وهتلاقي كورسات اونلاين، ومحتوى الاونلاين الكواليتي بتاعته عالية جدا. يعني هو مش يعني محتوى. هل يقدر يتعلم مجاني ويقدر يحصل على معلومات كويسه يقدر يتعلم بيها؟ جدا معلومات كويسة جدا. الكورسات الأونلاين خصوصا اللي هي المحتوى الأجنبي، يعني بجد مفيش زيها. هي فعلا معلومات قيمة جدا. فلو حد بدأ وهو عنده مم. مهارة التعلم الذاتي هو هيعرف. لكن في ناس تانية هي بشكل عام بتكسل أو ما بتحبش، عايزة حد يتابع معاها، عايزة حد يكلمها دايما، عايزة حد ينصحها تعمل إيه، عايزة حد يوجهها. صح. فالنوع ده بيبقى محتاج لا إن هو كورس يدفع فيه فلوس ويكون حد معاه زي مينتور كده يوجهه هيعمل إيه مش هيعمل إيه كل ده. ايوه. فبتختلف التاني. مم. ماشي. طب هو يعني يبدا بقى ايه؟ يعني يتعلم عن طريق ايه؟ يعمل ايه الخطوات اللي انت عملتيها مثلا، فهو المفروض يعملها عشان برضه في خلال مثلا 6 شهور كده ولا حاجه يبدا يقدر يدخل فلوس، يبدا يدي كورسات زي ما انت ما بتدي، يبدا يعمل كتيب، يكون عنده معلومات كويسه وهكذا. هو اول حاجه لازم يبقى عندك بيزكس في الاول، ده بيزك اساسيه ان هو تكون عارف الديجيتال ماركتنج. فانت لو هتبدا ممكن تبدا بدبلومه الديجيتال يعني هو ماركتنج لا سواء يبدا، لو هيبدا كتابه محتوى يروح يتعلم ديجيتال ماركتنج الاول؟ عشان يبقى عندك الاساسيات عشان تعرف. لا، هو انت ممكن اصلا تبقى انت مش عارف كتابه المحتوى. فانت لما تشوف الديجيتال ماركتنج مثلا وتشوف كل المجالات اللي متاحه قدامك، الكوبي رايتنج، السيو، كتابه المقالات، الديزاين، كل ده بيندرج تحت كتاب تحت الديجيتال ماركتنج. فانت في الاول لازم تشوف. ممكن ما يكونش اصلا ليك هوايه في الكتابه. وانا حصل وصادفت ده كتير جدا، في ناس اشتركت في كورسات ودفعت مبالغ وبعدين في الاخر ما قدرتش امم. تكمل لان هي اصلا ما كانتش عارفه. فانت في الاول ما دام انت حابب تدخل مجال التسويق ما تختارش كتابه محتوى وانت مش متاكد اصلا. فابدا شوف الاول امم. الديجيتال ماركتنج وبعدين اختار. خلاص انت شايف ان كتابه المحتوى هي الاساس، خلاص ابدا شوف كورسات بقى. كورسات الاونلاين خليها في الاول عربيه عشان انت لسه بادئ، ما ينفعش تبدا على طول امم. بالمحتوى الاجنبي. يفضل تبدا امم. بالعربي عشان على الأقل تكون عارف الكلمات والمصطلحات، ده شيء مهم. فابدا في الاول بالعربي وبعدين ابدا شوف الحاجات اللي بالانجلش وابدا بقى ايه تطور واقرا كتب. في كتيبات بتبقى صغيره في موضوع كتابه المحتوى بتبقى هايله جدا، دي برضو ممكن يشوفها وهتفرق معاه في الاخر. المستوى تقدم بعدين يبدا يشوف المحتوى الانجليش. لكن من رايي لو بدا بيه على طول هيحس الدنيا صعبه ومش عارف المصطلحات وايه ماركتنج امبريشن ده وايه مش عارفه ايه وايه الماركتنج ستايل، هيحس انه مش فاهم اي حاجه. فلا، يبدا الاول امم. محتوى عربي وبعدين ايه يشوف الانجليش. يبدا يتعلم كورسات مع قراءه كتب وبعدين بقى يبدا يطبق بقى. وفي بودكاست برضه خاصه بالتسويق وكده، زي أنا مش فاكره اسمه ايه، بس تقريبا ماذا تعرفون عن التسويق او حاجه زي كده. هو لو ده برضه كتب بيتكلم. لو كتب هو لو كتب كلمة بودكاست على اليوتيوب، كتب بودكاست كتابة محتوى كده، يطلع له ناس كتير جدا في الكتابة يعني. أنا برضو شفت قبل كده ناس بيتكلموا عن كتابة المحتوى في بودكاستات يعني. ايوه بالظبط، والبودكاست برضه هيكون مصدر هاي، واليوتيوب بالذات برضه عليه حاجات حلوه يعني. مم. طيب بعد ما اتعلم وبقى شايف ان هو بقى كويس وبقى مؤهل ان هو يمسك شغل وكده، ازاي بقى يروح اصلا يكلم ناس على ان هو يمسك شغل ويشتغل ليهم؟ لأ، هو في الأول محتاج إن هو يبني الpersonal brand بتاعته. طبعًا ده مش أساس، يعني الpersonal branding دي مم. حاجة بتساعدك. بس في ناس، أنا أعرف ناس كتير شغّالة في المجال وبتكسب بس ما حدش يعرفها أصلًا، أو لو دخلت account الفيس تحس إنه ده مستحيل يكون بتاعهم، دخلت على LinkedIn تحس مم. إنه لأ. فبرضه الpersonal في branding دي ناس حاجة كتير مهمة كده. بس. بالضبط، بس ممكن إيه، يعني في ناس برضه بتستغنى عنها. مم. وأنا في وقت من الأوقات كنت ناوية أستغنى عنها بسبب كثرة الشغل والضغط وكده، بس حسيت إنه لأ، يعني ده عامل مساعد قوي جدًا. فلو حد حابب يبدأ ويلاقي شغل لازم في الأول طبعًا يضبط account LinkedIn عنده. LinkedIn بتجيب فرص مم. كويسة خالص. فيظبط LinkedIn. وبعدين يحاول إن هو يشوف البيرسونال براندنج بتاعته، يجيب لي صفحة فيس مثلًا أو بيج يكون بينزّل فيها نصايح خاصة بالمجال بتاعه اللي هو كتابة المحتوى. ينزّل نصايح إزاي تكتب بوست مناسب، تجنب الأخطاء الإملائية، إزاي تحدد العميل بتاعك، كل البوستات من النوع ده. يحاول يضيف ناس مهتمة بالتسويق، يعني حد مثلًا مهتم بكتابة المحتوى في الجروبات يحاول مثلًا يبعت لهم ad أو يضيفهم عنده عشان يشوفوا الحاجات دي، يشوفوا البوستات بتاعته، يكونوا موجودين عنده، ودول بالنسبة له عملا محتملين. يبدأ إن هو ينزّل، والناس دي لمّا تشوف اللي هو العميل المحتمل ده يشوف البوستات اللي هو منزّلها، لأ يحس إن هو ممكن يستفيد بيه. فبالتالي إيه، يبدأ إن هو يتابعه ويرشّحه لغيره ويبدأ يبني بنفسه بقى. الموضوع هياخد وقت شوية خصوصًا لو الصفحة لسه معمولة في الأول، لكن مع الوقت لأ، بتبدأ إن هي تنتشر والناس تشوفها وتعرفها ويبدأ إن هو معروف في المجال. تمام جدا. طيب انت شايفه ان انت ايه اللي مخليك مختلفه عن الناس؟ يعني انت بسم الله ما شاء الله لسه بتقولي 20 سنه، لسه صغيره طبعا في السن، تمام، وكمان في كليه صيدله، يعني كليه صعبه، تمام، محتاجه مذاكره ومحتاجه حضور وكل شويه من الترمات وكويزات، انا فاهم انا الكلام ده.
ازاي عرفت تدمجي بين الاثنين، ان انت تظبطي هنا في الصيدله وكمان تكون بسم الله ما شاء الله بترتبي او بتقربي من مرحله الترتيب والكلام ده يعني، او بتذاكري يعني عموما، ومهتمه بالكليه في نفس الوقت، مهتمه بمجال كتابه المحتوى، ووصلت في المستوى كويس دلوقتي انت تعملي كتيب، ان انت تدي كورسات، ان انت تتعرف في المجال. ازاي، ايه شايفه ايه اللي مخليك مختلف عن الناس اللي وصلك للكلام ده؟ ما في كام بنت دخلوا مجال كتابه المحتوى ومش عارفين يوصلوا للربع اللي انت عملتيه. هو طبعا يعني كل شخص مختلف عن التاني، يعني كل واحد مميز في حاجة معينة. بالظبط، انت بقى ايه اللي مميزك بقى، ايه اللي مخليك مختلف عن الناس، او انت شايفه ايه هو اللي انا انت بتعمليه غيرك ما بيعملوش مثلا؟ هو انا شايفه ان في حاجتين فيا، يعني انا كآية بحبهم فيا سواء كانوا موجودين عند حد تاني او مميزين او لا. وهما تمام، ايه؟ الشغف والطموح. يعني انا دايما عندي شغف شغف الطموح. اتعلم، عندي شغف اشتغل الشغلانه دي، عندي شغف اكتب كده، عندي شغف اشوف ده. الشغف عندي يعني دي يمكن تقريبا اكتر حاجه مميزه فيا، او انا شايفاها حب مميزه فيا. المجال يعني، فمديكي طاقه ان انت تتعلمي فيه اكتر وتشتغلي فيه وتتعلمي وتدوسي على نفسك اه فيه. بالظبط. بالظبط، يعني انا كنت مم. فاكره في الاول لما دخلت المجال، كنت فاكره ان انا خلال شهرين ثلاثه هزهق وهسيبه. ولاني عملت كده ودخلت على فكره في البرمجه، قعدت حوالي شهرين مثلا وبعدين ما كملتش. فقدت الشغف، اللي هو مش قادره خلاص مش حاسه. ففكره الشغف برضه احيانا بنفقده في حاجات معينه، بس ما دام انت عرفت تحدد اصلا المهاره اللي انت بتحبها فخلاص هتلاقي دايما شغفك فيها. يعني عدى سنتين ونص وانا لسه عندي نفس الشغف يعني. كل فتره بشوف كورس معين، بفتح اشوف محتوى اجنبي. كل يوم بقرا مقال عن كتابه المحتوى وعن التسويق. فبقى عندي خلاص شغف اللي هو لا، لازم كل يوم يكون عندي معلومه جديده في المجال. مم. طيب، هل انت شايف ان الشغف والطموح دوت لو كانوا في واحد تمام، هل دول كافيين ان هم يوصلوا الشخص لحاجه كويسه او قيمه عاليه في المجتمع او مكان عالي؟ لا هو لازم، يعني طبعا هم حاجه اساسيه ومهمه، بس ايه، برضه لازم يكون في سعي، لازم يكون في مجهود بيتبذل. ما هو ما ينفعش يبقى انا عندي شغف اتعلم وانا ما بتعلمش، ما هعمل ايه بالشغف ده؟ مم. ملوش لازمه. صح، صح. فلازم ان انا احاول اسعى، مش بس يبقى عندي شغف وخلاص، لا ما هو شغف واحاول اسعى. تمام. طيب، هل شايفه ان عشان الشخص ينجح في مجال معين، هل لازم يكون عنده شغف ليه، ولا عادي ممكن يشتغل على ما يشتغل ويضبط نفسه ذاتيا مثلا ويلتزم ويشتغل في حاجه دي بما انها بتجيب فلوس، او ده المجال اللي ماشي دلوقتي في السوق ومجال كويس يقدر يتعلم فيه ويدوس على نفسه فيه ويدخل منه فلوس، بس هو ده مش شغفه؟ هل ده ينفع؟ شايف انه ممكن يحصل ولا لا؟ هو ممكن يحصل وبيحصل كتير، بس بتحس في الاخر ان انت مش مبسوط في المكان اللي انت فيه. يعني انت امم فقدت نفسك وفقدت ترسي شغال قيمتك في وانت مكنه. موجود في مكان تاني. بالظبط، انت بتعمل عايز مجهود وفلوس وبس، طب انت فين من كل ده؟ امم انت مش مبسوط اصلا. ايوه. فالواحد يحس ان تمام. وهو شغال كده كأن في لود عليه، فليه كل ده؟ لما تشتغل حاجه ايوه، خليك صح. بتشتغل. واحيانا في وقت هيفقد الشغف، وده شيء طبيعي، الشغف مش هيستمر ده على حق. طول. مم. بس على صح. الاقل يكون موجود في فترات معينه. ايوه، صح، تمام. طيب، عايزك تقولي لي تجربة غيرت لك حياتك، تجربة مريت بيها أو موقف صعب مريت بيه غير لك حياتك تماما، كنت قبله شخص بقيته بعده شخص تاني تماما. هو الحقيقة مفيش تجربة معينة بالنسبة لي أو موقف معين هو غيّرني بتغيُّر كامل، بس يعني ممكن نقول إن مجموعة المواقف اللي عدّيت بيها في فترات معينة دي غيّرتني. لكن ما فيش موقف واحد بس ده خلّاني قبله غير بعده. يعني إيه اللي خلاكي، معلش، أنت كنت طالبة في ثالثة ثانوي أو طالبة مثلا في صيدلة، كنت طالبة عادية ما بتفكريش في حاجة زي كده مش عارف إيه، دخلت صيدلة، جبتي مجموعة كبير في الثانوية فدخلت صيدلة زي أي حد وكده. أنا متأكد مليون في المية تفكيرك أيام الثانوية غير تفكيرك دلوقتي، وعقليتك أيام الثانوية إطلاقًا. غير عقليتك دلوقتي، بالظبط، أيوه الله إطلاقًا ينور. مختلفين، هي أيوه. بس مرحلة إيه اللي مرحلة خلصت وبدأت. بالظبط كده، ايه اللي بقى التغييرات اللي حصلت خلتك توصلي للي انت فيه ده؟ اكيد في حاجات بتحصل بتخلي الانسان يتغير، اكيد في حاجات بتحصل بتخلي الانسان عقليته تبدا تتغير، يبدا يفكر بتفكير تاني. فاهماني؟ طبعًا هو فرق السِن بيفرق، فده خلّى في نضج كافي أكتر، بس طبعًا يعني أعتقد إن الصُحبة الصالحة بالنسبة لي كانت يعني دي البداية. يعني صُحبة ثانوي حلو. طبعًا كانت كويسة، بس لأ، صُحبة الجامعة مختلفة، بتشدّك دايمًا، بتجذبك دايمًا، يعني انت شايف ان بتربطك الصحبه دايمًا. معاكي كان لها تاثير في تغييرك؟ ك تأثير كبير جدًا، جدًا بصراحة. تمام. تمام، طيب. طيب، شايفة ايه رأيك في المساواة بين المرأة والرجل اليومين اللي طلع اليومين اللي فاتوا؟ انت شايفة الترند بقى المساواة، بقت في بنات بتطالب بالمساواة مش عارف، عايزين مثلا برضو يشتغلوا غصب عن الرجالة، او عايزين يحصل مساواة بين الاتنين في حاجات كتير بقى، في التعامل، في المعاملة، في الفلوس، في المرتبات، في الأجازات، مش عارف كل حاجة. انت شايفة ايه رأيك في الموضوع ده؟ لأ، أنا ضده تمامًا، أنا مش موافقة أبدًا على مصطلح التساوي اللي ما بين الراجل والمرأة. لأ، هو المفروض يكون في عدل بس، لكن التساوي لأ. ما هو أكيد أنا مش مم. هاتساوى بالراجل وهو مش هيتساوى بيّا، ما أنا عندي التزامات تانية المفروض أعملها. هو صح. مش عنده غير مم. الشغل بس، إنما إحنا كبنات لأ، عندنا حاجات تانية. أكيد في يوم من الأيام لو مم. شغلك تعارض مع بيتك، مع مسؤولياتك، أكيد لازم تستغنى عن الشغل ده. فما فيش مساواة هنا يعني.
ايوه طبعا الست من حاجات تشتغل، وفعلا تشتغل، انا كآية بشتغل ومش ضد ده، بس يعني على الاقل لازم يكون عندي وقت لنفسي، عندي وقت للبيت للعيله لكل ده. ده اهم حاجه لازم نوفرها، فمفيش حاجه اسمها مساواه. هو انا مش آلة عشان اشتغل زي الراجل 24 ساعه، فلا انا ضد مم. خالص المساواة. بالظبط. طيب عايزك تقولي مقولة أثرت فيكي، مقولة ماشية بقى في حياتك، مبدأ ماشية بيه في حياتك، كل ما بس ما يحصل لك مشكلة أو يحصل لك أي حاجة تروح قايلة لنفسك المقولة ديت، فتخليكي تبدأي تقفي على رجلك من تاني، تبدأي تستعيدي قوتك نشاطك، تبدأي تشتغلي لما تحسي مثلا بفقدان شغف أو تحسي بأي حاجة مثلا صعبة تروح قايلة لنفسك يا آية ده في مقولة بتقول كذا، يا آية ده في مبدأ أنت ماشي بيه في حياتك كذا. إيه مثلا ممكن نقول المقولة اللي أنت ماشية بيها في حياتك اللي بتحفزك مثلا؟ بالنسبة لي كآية، يعني المقولة بتاعت لو أن الناس كلهم استصعبوا أمرا تركوه مقاما للناس دينا ولا دنيا، دي أكتر مقولة حلو. بتأثر فيها فعلا. لأن دايما بنتعب مم. وبنفقد الشغف وبنبقى مش قادرين نعمل أي حاجة، وفي مم. مسؤوليات ومشاكل وكده، بس لا يعني هنعمل إيه؟ ما مش كل ما نستصعب حاجة ما نعملهاش. صح، فلا ده لازم الطبيعي فعلا. أصلا. بالظبط، ما كل حاجة صعبة، مفيش حاجة سهلة، إنك تشتغل صعب، إنك صح اه. تذاكر صعب، كلها حاجات يعني الإنسان مش عايز يعملها بس هو مضطر يعني، فهنعملها وخلاص مم. بقى. تمام. طيب لو هتقولي لنفسك حاجة قبل ما كنت تبدأي مشوار كتابة المحتوى دوت، يعني لو رجع بك الزمن وتقولي لنفسك حاجة، كنت هتقولي لنفسك إيه؟ أعتقد كنت هقول لنفسي أهدى شوية، يعني إن أنا بدأت بدري، مش بقصدي بدأت بدري التطوير، لا، يعني زي مم. انا دلوقتي لما اول ما بدات مثلا اتعلم خلال 3 شهور بدات ادي كورسات. انا شايفه ان دي حلو. خطوه كانت محتاجه تأني اكتر، يعني ما ينفعش ان انا لسه اصلا ما عنديش علم كافي فابدا ان انا اوجه ناس، لا الخطوه دي كانت بدري وكانت محتاجه مني شويه تأني. فانا لو كنت بدات، يعني لو حاليا انا كآية يعني ندمان على الخطوه دي، كان المفروض ان انا اتاخر شويه عشان يبقى عندي علم اكتر ويكون ده افضل ليا. فانا شايفه ان انا بدات بدري في الخطوه دي، ودي كانت غلط، كانت محتاجه شويه تأني كده وتفكير. طب إيه المشكلة إن أنت لو عندك علم تنقلي للناس عادي؟ لا ما هو يعني ايه، ما هو احيانا ممكن يسالوك اسئله انت نفسك ما عندكش، يعني ازاي تبقى انت لسه متعلم اه. وحابب تعلم ناس تانية؟ صعبه، ما هو ممكن يسالوك اسئله انت شخصيا ما تعرفهاش. هو انا يعني ولا ممكن مره كنت تواجهت تعمليها، المشكله دي. ممكن كنت هو تعمليها بس مجاني، بحيث إن محدش يقدر يقول لك أنا سألتك سؤال وأنت مش عارفاه مش عارف إيه، لا أنت تقول لهم والله يا جماعة أنا اتعلمت كذا وبس هات كل اللي أنا اتعلمته، فأنا اللي أنت سألتني سؤال لا والله أنا الحتة دي ما أعرفهاش، أنا هبحث فيها إن شاء الله وأقول لكم. ده على فكرة هو انا برضه عايز أقول بدات. لك حاجة وهي ها. لا اتفضل كمل. زائد ان في على فكره عادي حته ان حد يسالني سؤال مثلا في الستيشن وانا مش عارفه، ان انا اقول له لا الصراحه مش عارف الحته ديت اول مره اسمعها، فانا ابحث فيها ولو وصلت لحل ان شاء الله ابلغك. في ناس كبيره جدا في مجالات مختلفه وناس كبيره وتاخد مبالغ ضخمه في الكورسات بتقول كده، بس الموضوع عادي، ما فيش حد في اي مجال وصل لاعلى حاجه، ما فيش حد في اي مجال عارف كل حاجه، اكيد كل الناس في حاجات ناقصاهم، ده طبيعي اصلا. بالظبط، لا هو مش دي الفكره عندي. الفكره ايه، ان دلوقتي هو انا فعلا بدات مجاني، اول يمكن راوندين ثلاثه كانوا مجاني، وبعدين بدا الموضوع يبقى مدفوع، بس كان محتاج برضو ايه، كان محتاج ان انت تعرف، لان انت بتوجه ناس تانية، فالمفروض على كده تحط لهم بلان مناسبه، يكون في محتوى ايه برضو بيوجههم اكتر، يكون في نصايح، كل ده انا ما كنتش مريت بيه يعني. النصايح اللي المفروض توجهها لهم دي لازم تكون ناتجه عن خبرات، الخبرات دي اوريدي ما كانتش موجوده، انت متعلم من شهرين ثلاثه اوريدي ما اشتغلتش، فين الخبرات اللي انت هتديها لهم؟ فلا هنا كان ايه، كان هو طبعا عادي اكون مش عارفه، وعادي اقول مش عارفه، وانا عادي ممكن تيجي في سيشنات واقول ان انا مش عارفه، ده مش عيب، ايوه. ما حدش مم. بيعرف كل حاجه، كلنا بنتعلم، مم. وانا لو ما كنتش عارفه اكيد مش هتعلم، فلازم ان انا ابقى مش عارفه. صح. مم. فالى حد معين يعني لازم ان انت ايه ما تبقاش عندك علم بكل حاجه، ولكن ايه لا انت محتاج ان انت ايه تعرف اكتر عشان تواجههم صح، عشان الناس دي هي وثقت فيك وبدات، حتى لو كان بشكل مجاني. هو في ناس كتير بتقدم محتوى بشكل مجاني، ليه بدا معاك انت؟ يعني اكيد هو شافك مميز مثلا، بس انت ايه بدات غلط، يعني انت كان محتاج تصبر شويه. مم. تمام زي الفل. طيب ازاي بتقدري تتخطي التجارب الصعبة لما بيقابلك موقف صعب تمام، او يحصل لك مثلا حالة فشل او احباط او تحسي ان انت زهقتي او مليتي او مثلا عايزة تعملي كورس فلقيتي مثلا لما مفيش عدد داخلك الفترة دي لقيت الدنيا هدت شوية، حسيت انت بتعب مش عارف ايه، ازاي بتقدري تتخطي التجارب الصعبة والفشل اللي بتقابلك، وازاي بقى بتطلعي كمان، ازاي بتقدري تطلعي منها بحاجة إيجابية؟ بالنسبة لي كآية بالمحاولة، يعني هو فشل، احنا ممكن نحاول مرة تانية، ممكن نحاول مرة ثالثة لحد ما ينجح. طب ولو ما نجحش بقى خلاص، مم. هو حاجة مش مكتوبة لنا، مش هنعمل حاجة، طبعا بنزعل وبنعيط بقى وبتاع، ده شيء طبيعي، بس ايه، مم. بس في الآخر مضطر تتأقلم يعني، بنتأقلم وخلاص بقى. هعيط بعين واشتغل بعين. بالظبط، هو بنزعل يعني مفيش مواقف، يعني تقريبا في مواقف كتير عدت عليا في المجال صعبة، بس ايه ما انا مم. هعمل ايه، مفيش حاجة اعملها غير ان انا اصبر واحاول اشوف حل. مفيش حل خلاص الموضوع يتقفل ونشوف حاجة تانية، يعني لازم يكون في بلان ايه وبلان بي، فشلت الخطة خلاص بقى مش مشكلة، نشوف غيرها نشوف غيرها وهكذا، محدش بيفشل على طول.
يعني انت بتحاولي اي حاجه صعبه ومش عارف ايه، بتحاولي مره واثنين وثلاثه. بالضبط، يعني أنا ما بارميش زمام الأمور على طول غير لمّا إيه، أتأكد إن ما فيش أمل، لكن في أمل لأ، أو حاسة إنه لسه ييجي من الموضوع باحاول كتير. ايوه ايوه. طيب ايه النصيحة اللي انت ممكن تديها لحد لسه بيبدأ في نفس مجالك او مجال تاني؟ واحد هيبدأ بقى في يخش في مجال فريلانس. يعني انا مثلا ده حصل حقيقي معايا من اسبوع بالظبط، في بنتين دخلوا كلموني يا كوتش، بما انك بقى فريلانسر وبتدي كورسات ومدرب ومش عارف ايه والحوارات دي، وبتعمل دولارات، حاسدين على الفاضي والله الناس دول يا جدعان. انا عايز اخش مجال الفريلانس وعايز ابدا ادي كورسات وعايز اتعلم وعايز اشتغل من البيت ومش عارف ايه. فلو انت مكاني هتقولي لها ايه النصايح اللي تديها ليها؟ من وجهة نظري السعي أهم حاجة والصبر، خصوصًا الصبر، يعني مم. أنت ممكن تبدأ يعني وتحاول بس ما يجيش نتيجة، فكرة إنك تصبر وتحاول دايمًا وتسعى دي انت بتفرق عارفه، جدًا انا معاك. عايز اقول لك ان انا دلوقتي انا عملت تقريبا يعني بودكاست مع يجي 13 14 مدرب. كل الناس اهم حاجه بيقولوها دايما الصبر. ما انا عايز اقول لك حاجه، ان دي تقريبا المره الوحيده اللي مش عند الناس اللي عايزين يخشوا مجال الفريلانس. أيوه بجد هو داخل لأ هُم داخلين أصل إحنا دي فكرة غلط، تلاقي دايمًا أغلب البوستات أو النصايح اللي بتتكلم عن مجالات الفريلانسر مم. يقول لك اكسب مش عارفة كام دولار واكسب بتاع، مم. فالشباب بشكل عام إيه الموضوع أغراهم خصوصًا مع ارتفاع سعر يخش. الدولار وكده، فيدخلوا وخلاص اه. بقى وعايز دلوقتي دولار، أنا عايز الدولار دلوقتي، اه. طب يا ابني أنت عملت إيه عشان تاخد الدولار؟ أنا عايزه خلاص، فهُم عايزين كده يعني، فده ما ينفعش، فأهم حاجة وكل الصبر شويه يعني، برضه، كل شويه برضه يخشوا لي عايز اشتغل، عايز اشتغل شغل اونلاين، ما عندكش شغل مش عارف ايه. بجد طب يبقى ما فيش مهارة اقول لها خالص ويقول لك أنا عايز أشتغل، طب يعني ما أجيب لك بروح انا مهارة بقى بروح بحرجهم. انا بقى بروح قايل لها مثلا طب انت عندك ايه، عندك مهارة ايه بتعرف تعمليها؟ تقول لي ما بعرفش. طب اشغلك ازاي مثلا، او ارشحك لحد ازاي برضه يعني ارشحك لحد انت تشتغل عنده على اي اساس وانت عندك مهارة عشان بالضبط. تشتغلي بيها؟ لأ هو بقى في تمام. سرعة زيادة، فاكرين إن كل حاجة هتيجي على طول، بس الموضوع محتاج لأ محتاج مجهود وصبر هم وسعي، فاكريننا في الموضوع يوم وليله بقينا كده بقى كوتش محمود، بقى كوتش بتدي كورسات ومش عارف ايه، لكن ما يعرفوش ان الواحد قعد اربع خمس سنين. انا عملت فلوس بعد ما دخلت في المجال باربع سنين، وعملت فلوس عن طريق الصدفه كمان يعني. وعلى فكره معظم المدربين اللي وصلوا دلوقتي وبيعملوا فلوس وبيدوا كورسات ومعروفين، معظمهم دخل المجال عن طريق الصدفه بالتجربه، تمام، ومعظمهم عمل فلوس ما كانش في دماغه الموضوع. وفعلا بالضبط كل ما أقسم بالله اكلم وأنا مدرب أصلًا يقول لي كده. كده، اه والله صح، انا كل ما اكلم مدرب يقول لي كده، يقول لي ما كانش في دماغي اصلا يا جدعان، في كلنا زي بعض كده. أيوه إحنا بدأنا يعني أنا كآية بدأت يعني فكرة إن أنا مالة وزهقانة، فنبدأ نشوف حاجة جديدة وخلاص يالّا نشوف إيه كتابة المحتوى دي، شوية زهق اه. يعني، فالموضوع جاي صدفة برضه. مم. تمام زي الفل. طيب دوت، لو واحد في مجال مثلا معين دخل، مثلا نقول له مثلا الصبر والسعي والكلام ده، طب بقى واحد دخل في مجال كتابة المحتوى، تنصحي تقولي له ايه؟ لسه داخل يعني اه لسه داخل في مجال كتابة المحتوى، لسه ابيض، شخص ابيض. يحاول يشوف حد يتابع معاه، ولو هو بيتعلم لوحده أو عنده مهارة التعلم الذاتي يبدأ على طول ياخد كورسات ويطور من نفسه، ويحاول على الأقل كل يوم يعني ياخد له معلومة زيادة في المجال، ما دام هو حابب يبدأ فعلًا، يعني طب لازم هل يحاول شايف على طول. لازم يحاول ويشوف حد يبدأ معاه او بالضبط، ولو ما يتعلم فيش منه يعني؟ عادي مش هتكون مشكلة يعني. تمام. طب هل شايف ان لازم الشخص يكون ضروري ان الشخص يكون له منتور في الحياة وكده ولا ايه؟ لأ مش لازم خالص، ما أنا ما عنديش عادي وأديني بدأت أهو، يعني بنلطش عادي ونوصل، يعني فأنت مش محتاج حد، هو طبعًا في ناس بتحتاج، ما هو كل شخص بيختلف عن التاني، أنا كآية شخصيًا مم. حتى لمّا بادخل أي دورة دينية وفي مشرف معايا بيتابع، أنا ما باحبش أقول له أنا خلصت ما خلصتش أو كده، حتى الشهادة في الآخر مش عايزاها، أنا باحب أتابع مع نفسي كده هي لوحدي، أنا حطيت انا system برضه أمشي عليه. انا لما بخش دورات برضه ما بقعدش ولا حتى ما بيفرقش معايا الشهادات حتى. فدايما حتى بحب اكتر بالضبط. اكتر مصدر بحب اتعلم منه اليوتيوب، عشان اسمع براحتي واخلص براحتي وهكذا. ما الزمش نفسي بقى ايه، ده الميعاد لسه، المحاضره تنزل لسه يوم السبت الساعه مش عارف كذا، ده في مش عارف امتحان كذا. ما بحبش انا الصراحه الاسلوب ده. أيوه، ولا أنا ما باحبوش خالص، حتى لو حد بيتابع معايا باقول له لأ أنا هاتابع مع نفسي وخلاص كده، مع إني بابقى مخلّص الدورة أصلًا وماشية أسرع منهم حتى، بس مش عاوزة خلاص مم. أنا باحب أتابع مع نفسي، فهي بتختلف، ايوه. لكن في ناس بتبقى محتاجة حد يمشي معاها يتابع معاها، يعرف هي عملت إيه، يوجّهها، فبتختلف يعني، بس الmentor مهم أيوه، بس لأشخاص معيّنة. تمام. طيب، ربنا مدي لكل واحد فينا موهبة ومهارات وهكذا، تمام. ربنا مديك هدية أكيد مختلفة عني، أنا ربنا مديني موهبة، واحد تاني ربنا مديله موهبة وهكذا. إزاي ألاقي الموهبة دي؟ أنا لسه شخص مشتت مش عارف أنا إيه إيه المميزات اللي فيا، إيه الحاجة اللي فيا. الناس كلها عمالة تقول لي أنت يا محمود عندك مواهب عندك مواهب، مش عارف أعرف المواهب دي إزاي. التجربة، مم.
اهم حاجه تجرب يعني، اصل انت طول ما انت قاعد حاطط ايدك على خدك وبتتفرج على التلفزيون اكيد مش هتعرف انت عندك ايه، انما لو جربت وشفت تلاقي نفسك بتعرف. وممكن مم. تلاحظ اصلا من تصرفاتك العاديه، يعني زي مثلا وانت بتذاكر لاحظت ان عندك مهاره معينه، مثلا بتحفظ بسرعه، بتفهم بسرعه، اي مهاره موجوده. الانجليش مثلا عندك بتظبطه بسرعه، فجاه تلاقي نفسك نطقت اسرع. يعني حاجات بتلاحظها انت من وانت بتعمل حاجات بشكل تلقائي. فدي تبقى مهارات مم. عندك، مثلا ممكن يبقى الانجليش عندك كويس وانت ما نميتوش اصلا وما تعرفش اي حاجه، بس ايه هو عندك كويس بسبب مثلا انت اتأسست صح او اي حاجه، فتلاقي نفسك لا الانجليش عندك مظبوط، طب ما ادخل في مجال الترجمه ممكن ينفع معايا، تلاقي نفسك ايه شفت. انت عندك مثلا مهاره التصوير بس انت ما كنتش تعرف، بس انت صورك كويسه وكل الناس قالت لك كده، فانت بدات تشوف المجال ده، بدات تشوف الفيديو اديتنج وهكذا. فيعني في حاجات بتيجي عن طريق ان انت نفسك بتلاحظها او غيرك بيلاحظها فيك. ممكن تسال حد قريب منك مثلا ايه الحاجه اللي هو ملاحظها فيك مميزه، فيبدا ان هو يقول لك واحد اتنين تلاته، فتبدا انت تشوف هل المهارات دي ينفع تستغلها ولا لا. ممكن مثلا ان انت تجرب. انا كآية جت معايا بالتجربه، في ناس تانية ممكن تكون جت معاها بشكل اخر عادي. انا فكره زهقانه وبس وعايزه اشوف مهاره جديده فشفت كتابه المحتوى، بس فالموضوع كان جاي بس من الفراغ والصدفه، بس يعني سبحان الله الموضوع في الاخر عجبني وكده فكملت. مم. طب كويس والله زي الفل. طب مين مثلك الأعلى عموما في الحياة؟ والله يعني هو قبل ما ادخل الكليه كان مجدي يعقوب، بعد ما دخلت ما بقاش ينفع خلاص. بس انا برضه لسه منبهره يعني. لا، والله انا كنت على عاوزه فكرة. ادخل اصلا. اتفضل. لا قولي كمل. كنت اقول ان انا اصلا كنت عاوزه ادخل طب، خصوصا جراحه قلب مخصوص بس عشان هو قدوتي مش اكتر. بس ماشي فطبعا ما دخلتش في الحاجه، ماشي لا دخلت صيدله. ما هي المشكلة لما تاخديه مثل أعلى ليكي وقدوة ليكي في الحياة عموما، مش لازم هو في مجالك، الحياه، مش لازم يكون في مجالك. انما هو في الشغل لا، مش هينفع يكون انا مثال اعلى. مثلا انا مثلا قدوتي مثلا او مثلي الاعلى في الحياه عموما وكده مثلا كريستيانو رونالدو مثلا. واحد اسمه محمود الدر عندنا اسمه ده في المجال بتاع التغذيه. فاللي هو مش فاهماني، فاللي هو لا انت تقعد اصلا المثل الاعلى دوت ايه. مش لازم شخص مثلا قاعد اخده بكل حاجه فيه، انا دايما بصراحه ضد حته ان انا امسك شخص اخد منه كل حاجه. لان كل واحد فينا بالظبط. عنده الحلو والوحش، انا بشوف اللي حلو في ايه واخده منها. والله ايه تفكيرها مثلا كذا هكسب منها تفكيرها بس. شايف ان ان ايه مثلا اسلوبها في الكلام كويس ومش عارف ايه ولابق وكده، بس مثلا لا معلوماتها تعبانه، فانا ليه ما اسيب اي غلطه؟ ما اروح اخد من ايه اسلوبها واتعلم منها اسلوبها واحاول القط منها تتكلم ازاي ومش عارف ايه. طب المعلومات لا هفك من المعلومات بتاعتها خالص مثلا يعني. طب لا ده انا شايف والله ماسك كريستيانو ده واحد يا عم، ده كافر يا عم، انت ازاي واخده يا عم قدوه مش عارف ايه. يا جماعه انا واخده قدوه في حياتي، اللي هو ايه اشوف ده واحد ناجح، ده واحد دايما شغال، ده واحد دايما كبر عنده بقى كام سنه ولسه بيتعلم لسه بيتدرب لسه بيشتغل على نفسه، مش راضي يبطل مش عارف ايه المشكله ان اخد منه الحاجه دي واسيب منه الوحش. فاهماني؟ بالظبط، لا بالظبط فهماك. هو انا عندي، انا كآية مجدي يعقوب هو مثل الاعلى. طبعا بغض النظر ما دخلتش كليه، بس هو يعني ستيل برضه مم. مثل الاعلى، ومش عارفه استبدله بحد، يعني مش عارفه حتى احط حد تاني في الزون دي او احط حد تاني معاه حتى. لا مم. يعني هو لوحده كده، هو في حته لوحده مختلف عن كل الناس. مم. طيب هل عدى عليك موقف قبل كده مثلا في الكارير بتاعك دوت اللي هو كتابة المحتوى وكده، فلما بتفتكريه مثلا بتصعب عليك نفسك و- وبعدين لما تبص اللي انت وصلت له دلوقتي بقيتي لا بتفتخري وتقولي ده مش عارف ايه وبقيت ايه ومش عارف كده، ولا مفيش ما حصلش معاك اي موقف قبل كده من دول؟ لا حصل، يعني مش هقول ما حصلش. في الاول، مم. اول ما بدات يعني في المجال، خصوصا في مجال السيو، فبدات في موقع بغض النظر عن ذكر اسمه يعني. مم. فكنا متفقين ان احنا هنشتغل 1000 20 مقاله ب1000، تمام. مم. 20 مقاله ب1000 يعني تقريبا المقاله ب50. حلو. مم. فبعد ما خلص ال20 مقالة، ما في الآخر ما ادانيش ال1000، تمام. فأنا كنت زعلانة جدا ومتضايقة جدا. بعد بغض النظر المشكلة دي اتحلت حاليا يعني، وبرشحه لأي حد المفروض بصراحة لأن هو شخص تاخدي مقدم المفروض. لا ما أنا كنت لسه بادئة بقى، اتضحك عليا، ما كنتش عارفة أي حاجة في أي حاجة. والله العظيم. بس فما كنتش أعرف، ولا كنت أعرف الأسعار حتى يعني 50 على فكرة بالنسبة للمقال دي مش ليفل عالي يعني، لا. بس يعني بس تعبانه أنا اصلا. كنت لسه بادئة بالظبط، بس أنا كنت انا عايز لسه اقول لك انا بادئة. انضحك عليا اول ما بدات برضه في الوفات برضه. فالناس تخش أيوه تشترك بالظبط. معايا ويقولوا لي انا ابعت لك بعد اسبوع مش عارف انا ابعت لك بعد شهر، طب معلش اصلا دلوقتي مش معايا فلوس. ما فيش طبعا بقى لسه واحد بيبدا برضه مش عارف ومش عارف ايه وكده وما بيصدق بقى ان حد بقى يشترك معاه وواحد لسه بيبدا بقى وقال لا ده الناس بتديني فلوس والكلام ده. فاهم انت؟ فهوب بتروح داخله وبعد ما تخلص الاشتراك تعمل لي بلوك. واحد يروح داخل مش عارف ما يبداش يرد عليا مش عارف بدا برضه اتنصب عليا برضه في مبالغ يعني ممكن توصل ل 5 6000 كمان. لحد بقى ما باخدت موقف وهو خلاص ان انا اول ما بدات اقف على رجلي بقى وكده بس ما حدش هيشترك معايا غير لما يدفع مقدم.
هي التجارب هي اللي بتعلم الشخص فعلا. يعني احنا في الاول دايما بنبقى عندنا حسن نية وبتاع ومش مشكلة وكل حاجة هتتحل، بس لا يعني في الاخر بيضحك علينا. فمن الاول يعني الوعي مم. بالحاجات دي مهمة. بس الحاجات دي مش بتيجي برضه مم. غير بالتجارب يعني. انت مم. اتضحك عليك مرة خلاص بتبقى اتعلمت منها، مش معقول تضحك عليك مرة تانية. اه فكذلك برضه بنتعلم فعلا. بالظبط يعني مش مشكلة بقى ألف ولا حاجة، بس اتعلمت بعدين برضه. مم. طب كويس. طيب لو هنقول مثلا انت بقالك اهو بتقولي سنتين ونص تقريبا في المجال بتاعك، او سنتين عموما مثلا في المجال بتاع كتابة المحتوى ده، او ايا كان يعني، اتعلمت ايه في حياتك بقى في المشوار ده كله؟ اتعلمت من حياتك ايه؟ من المشوار مم. آه بالنسبة لك آية هو كل ما اتكلم اقول بالنسبة لك آية، مش عارفة ليه. اه آه بسألك انت. تمام، مش عارفة ليه بقولها، يعني مفيش غيري أصلا. مش مشكلة، خير ان إن شاء أهم حاجة السعي، وإن ليس إنسان إلا ما سعى. هو دي أهم حاجة الله. اتعلمتها في الشغل. دايما لما بسعى مم. وبحاول وبتعب ده بتجيلي فرص ما شاء الله من حيث لا أحتسب. لما تساعد حد فجأة في معلومة كان عاوزها، أو مثلا مشكلة في البيزنس بتاعه، تلاقي سبحان الله فجأة جالك أنت شغل وجالك عرض. فيعني حرفيا يمكن المساعدة أو إنك تقدم فرصة شغل لحد غيرك دي أكتر حاجة بتوسع رزقك أنت شخصيا. فيمكن ده أهم درس مم. اتعلمته. هو دايما بنسمع كده فعلا، يعني أنا كآية دايما بسمع ان انت ما دام بتساعد حد غيرك فاكيد ربنا هيرزقك والكلام ده، بس انك تجربه فعلا لا ده شيء مختلف. مم. طيب مثلا في ناس ساعات بتسعى وما بتلاقيش نتيجة للأسف، دول هتقول لهم ايه؟ لا هو ممكن ما يكونش في نتيجه، ده شيء طبيعي. بس مم. مش لا ما هو مش شيء طبيعي يعني، بس عادي ممكن يحصل. بس بيكون مم. في نتيجه في حاجه تانية. يعني انا كآية احيانا بحس ان مجهودي في الدراسه بيجي لي في الشغل سبحان الله والله. ربنا يعني فجاه بيعوضك يعني. بالظبط، فهو بيجي العوض في مكان لمكان. يعني انا في الدراسه يعني بدون مبالغه يمكن بذاكر 6 7 ساعات في اليوم، وبطلع بمجهود مم. كويس منهم. يعني مش مثلا مش فهمي بطيء مثلا او بتاع، لا والله. يعني بذاكر وبنجز، يعني ممكن اخلص في اليوم 3 4 محاضرات عادي، مش مشكله. فيعني حتى المذاكره نفسها مش بطيئه، بس في الاخر بلاقي العوض نفسه جاي في الشغل مش جاي في الدراسه. جربي فيعني كده لا بقى، بس بتيجي في مكان تاني. جربي كده تزودي الشغل، يمكن العوض يجي في الكلية وترتبط الطالع الأولى. ممكن والله. بما إنه العكس يعني، حد بيذاكر صيدلة العوض يجي في الشغل، حلوة دي والله. اه والله شيء غريب. أنا أعرف كده والله، كنت ذاكرت يعني في الهندسة وكنت تنميت أكتر. تمام. طيب حلمك كان إيه في الطفولة؟ وقال لك هل كان ليك حلم في الطفولة ولك دلوقتي حلم ولا إيه؟ اه لا الطفوله كان ليها احلام كتير ما اتحققتش طبعا، بس ايه لما كبرت يعني استغنيت عنها ومنهم إنك كلها ما تخش شاء الله. طب. اه منها اني اخش طب، مع ان لما جات لي الفرصه يعني بعد ما خلصت تانية صيدله، مم. بعد تانية ممكن انت تحول طب عادي. إزاي ده فكان يعني؟ متاح. والله بعد تانية صيدله ممكن تحول اولى طب، بس اولى طب. ف... فانا كان أيوه. قدامي كان بنفس المجموع بنفس كل حاجة ولا إيه؟ نفس كل حاجه، بس ولا لازم يكون في جي بي اي معين اعلى من تقريبا 3.5. اللي هو امتياز يعني، صح؟ اي يعني وجه جدا مرتفع. ده جدا مرتفع، ده حد يخش صيدلة يجيب جدا جدا مرتفع أول سنتين يروح طب. بالظبط، فكان قدامي الاوبشن بس حتى ما رضيتش ادخل. ده دي في كل الجامعات ولا في جامعة سواك بس؟ لا هي الجامعات تقريبا العامه بس، ما اعتقدش في الخاصه. أول مرة أعرف بس المعلومة دي. لا موجود عندنا، بس يعني بيقولوا القرار هيتلغي او كده في الدفعات الجايه، بس مش عارفه. بس دفعتنا احنا كان بس متاح، أنت وفي ناس متخيلة، فعلا من دفعتنا حاولت. متخيلة تضيع سنتين من صيدلة وبعدين تروح تاخدي 7 طب؟ ده أنت حياتي كلها بقت علم ايوه ايه تعليم. ده صعب. عشان كده رفضت الصراحه يعني. تمام. طيب قولي لي كده، أنت شايفة العالم إزاي؟ والله وانا عايزه اقول كلام وردي وكده ويعني اشجع الناس، بس يعني مش شايفاه بنظره ايجابيه، بس مش نظره سلبيه يعني. يعني انا مم. شايفه ان العالم بقى مخيف بشكل عام، يعني كل حاجه بقت صعبه. في ناس كانت آه، بتقول لي العالم مرعب. مرعب اقسم بالله والله بجد يعني بدون مبالغه. يعني مم. وانت في مصر مش عارف تنجح. لو طلعت بره مصر انت هتخسر حاجات تانية كتير، هتخسر مبادئك، هتخسر حاجات كتير. لو طلعت الدول العربيه يعني فعلا الدول العربيه اصلا حتى باظت، فانت هتروح فين يعني؟ فالعالم كله بشكل عام ما انتحر. بقاش مريح. بالظبط مفيش حاجه انتحر ممكن بقى. تعملها. مثلا ده احسن والله. بس كل حاجه صعبه بصراحه يعني، بس احنا بنحاول وخلاص يعني، وهي مصر احسن من غيرها مم. برضه. مصر أحسن من غيرها؟ يعني يعني لحد يعني ما لو تعمل. جت لك، يعني لو جت أيوه لو كنت أقول لك كده، لو جت لك فرصة سفر هتقولي مصر أحسن من غيرها؟ طبعا. الشنطة، الشنطة بسرعة. هكون اول من ماشي. يستغنى. اه. طيب تفتكر ربنا بيدي مين، المجتهد ولا الذكي ولا المخلص؟ هو انا شايفه المجتهد والمخلص. الذكي مفيش ده اختيار ملوش واحد. لازمة.
لأ، ما أصل أنت ذكي مش بتعمل حاجة، فأنا استفدت إيه من ذكائك يعني؟ صح. ما هو لو أنت إمم، طبعًا لو ذكي وبتحاول وكده لأ يعني، يبقى أنت مميز عن إمم، غيرك، إمم، بس ذكي إمم، وخلاص لأ، ما لهاش لازمة. إمم. طب هل شايفة إن المجتهد الغبي أو المجتهد اللي يعني إيه دماغه على قدّه برضه بس مجتهد وبيشتغل وكده، هل ده شايفة ممكن يوصل في يوم من الأيام؟ أيوه طبعًا ممكن يوصل ما دام بيسعى، أصل ربنا مش يعني ربنا بيدّيك على حسب سعيك وتعبك ومجهودك اللي بتبذله، فيعني أكيد إمم. ربنا هيكرمه ويكافئه في الآخر، ما هو ما لوش ذنب إن هو كان غبي مثلًا أو إن هو مش ذكي، هو حاجة ما اتولد غبي. أيوه يعني نعمل له إيه؟ تمام. طيب هل في مثلًا حد عربي مثلًا أو حد مصري أبهرك بقصته ونجاحه وكده؟ طبعًا هتقولي لي مجدي يعقوب. بالضبط. تمام. طيب إزاي اكتشفتِ شغفِك؟ عن طريق الصدفة طبعًا كنتِ بتقولي صدفة تقريبًا بالضبط، صح؟ إمم. بالضبط. بس لازم تجرّبي يعني أكيد وأنتِ وأنتِ قاعدة في البيت على السرير كده فاضية ما بتعمليش حاجة لقيتِ نفسِك هوب أنا عايزة أخش في مجال كتابة المحتوى. أكيد لأ يعني. ما هو أنا جرّبت بالضبط، حتى جرّبت برمجة وجرّبت design بس يعني إيه، ما حبيتش إمم، الاتنين بصراحة، بس فحبيت إمم. بعدين كتابة المحتوى، بس أنا أصلًا بدأت بكتابة المحتوى، يعني أنا بدأت كتابة الإيه؟ المحتوى بدأت بكتابة المحتوى، آه. بس برضه زي ده أنتِ الشباب السريع لكن اللي أنا كنت لكن لسه باتكلم جرّبتِ في عنهم كذا مكان أو جرّبتِ في كذا آه، مجال. حسيت إن مش ده دخل ما فيش دخل زي الشباب اللي أنا كنت لسه باتكلم عنهم من شوية، إن هُم عايزين دخل سريع، فأنا كنت ورُحتِ زيهم كده سايباه. بالضبط، آه. دخلت في الdesign ما حبيتهوش خالص، دخلت في إمم، البرمجة عجّزت وكرهت نفسي في حياتي ولقيت ما ليش أي شغف فيها فسِبتها، رجعت تاني كتابة المحتوى بقى، بس أنا ما كنتش سِبتها كتير يعني ما يعني أنا كنت إمم، already مستمرة فيها باشوف جنبها حاجات تانية، يعني أنا كنت حاباها بس كنت شايفة إن هي مش هتجيب لي دخل فيعني إيه، إمم. فقُلت أشوف حاجة تانية، خصوصًا إن سمعت الdesign بالذات بيكسب كتير وطبعًا البرمجة، بس البرمجة بالذات محتاجة حاجات كتير يعني محتاجة دماغ ومحتاجة لاب وإمكانيات ومحتاجة وقت وحد يكون عايز يقعد طول اليوم على الكرسي وعلى اللاب والكلام ده. اشتركت في المنحة اللي هي بتاعة مش عارفة اسمها أليكس أو إيه، أنا مش فاكراها بالضبط، بس هي حوالي حوالي سَنة كاملة بتبقى كورسات في البرمجة والذكاء الاصطناعي والحاجات دي، بس ما كمّلتش فيها يعني، ما كمّلتش خالص، ما شُفتش غير محاضرة وما كمّلتش، لقيت كلام صعب خالص بصراحة، فقُلت إمم. لأ يعني ما ليش شغف وما ليش دماغ فيها، فخلاص بقى. أيوه، أيوه. طيب شايفة إيه اللي ممكن يخلّي الواحد إن هو يكون عايز يبقى نسخة أحسن من نَفْسه؟ يعني إيه اللي ممكن المحاولة. يحصل؟ ماشي، طَب أنتِ يعني لو مثلًا يعني شايفة اللي ممكن واحد مثلًا يحصل له إيه، فيخلّيه يغيّر تفكيره ويغيّر دماغه ويبقى يكون لأ، ياخد قرار بقى أنا عايز أبقى نسخة أحسن من نَفْسي، يعني مش عاجبني اللي أنا عليه دلوقتي، عايز أحسّن من نَفْسي وكده. هو الحاجة اللي بتخلّيك تحسّن من نَفْسك بشكل عام هو إنّك تفشل في حاجة، فتحس إن في مشكلة إمم، عندك أنت، يعني هو وارد نفشل. إمم، طبعًا أحيانًا بيكون أيوه، الفشل يعني أنت حاولت إمم، وتعبت وعملت اللي عليك بس فشلت، فأنت هنا ما لكش ذنب، أيوه، يعني هو ربنا ما إمم، أرادش كده، فده إمم، ما فيهاش مشكلة. لكن لو أنت أصلًا فشلت وفي مشكلة عندك، لأ يبقى أنت لازم تراجع نفسك، وده بيحصل، أنت مش بتطوّر نفسك غير لمّا تراجع نفسك وتشوف أنت غلطت في إيه، أصل الشخص دايمًا شايف إن هو لأ أنا صح، أنا ما باغلطش، بتاع، أكيد أنت اللي غلطان، أكيد مش عارفة إيه، لأ الكلام ده غلط، أنت لازم تراجع نفسك وتشوف أنت غلطان فعلًا والّا لأ، لإن أنت لو ما عرفتش إنك غلطان هتصالح نفسك إزاي أصلًا يعني؟ فيعني حتى أنا كآية دايمًا كده بعد كل 6 شهور أو 5 شهور يعني بابقى عاملة ورقة، طبعًا هي مش في مجال الشغل لأ، في مجال يعني أنا كآية كشخص كإنسان، بابقى عاملة ورقة مثلًا فيها العيوب اللي عندي بتاع مثلًا آية عصبية هنا، آية اتصرفت بالموقف ده، فبابقى كاتبة الحاجات دي كلّها عشان أراجعها وآجي بعد 6 شهور أشوف هل أنا طوّرت من نفسي فيها والّا لأ، هل الحاجات دي اتحلت والّا لأ، بغض النظر إن 6 شهور كتير، يعني المفروض تعمل كده لنفسك كل شهرين مثلًا، كل فترة، كل شهر حتى، عشان تشوف هل طوّرت فعلًا من نفسك، هل صلّحت عيوبك والّا لأ، بس طبعًا عشان ما عنديش وقت فباضطر إن أنا أخلّيها كل فترة بعيدة كده. ولكن أحسن من ما فيش برضه، يعني فكرة إن أنت تراجع نَفْسك أحسن من إنّك تفضل طول الوقت بنَفْس الشخصية، بنَفْس الشكل، مش عايز تتغيّر. أيوه صح. طب مثلًا لو واحد مثلًا فيه صفة مثلًا إن هو مش بيعترف بغلطه ومش شايف دايمًا نفسه إنه غلطان أو كده، تنصحيه بإيه؟ تقولي له يعمل إيه مثلًا؟ طبعًا هو في الأول هو هيفشل، ده عشان نكون واضحين، لإن ما حدّش بيعترف دايمًا إن هو صح غير وأكيد هو فاشل، أصل دايمًا بيقول لك إيه، إن الشخص اللي بيبقى عنده علم هو دايمًا اللي بيكون متواضع وشايف إن هو بيغلط، وبل وبيغلط نَفْسه فعلًا، ده طبيعي، إنّما الشخص اللي دايمًا شايف نَفْسه صح ده مستحيل، ده هو أصلًا بيبقى فاشل، فلأ يعني فلو حد شايف نَفْسه كده هو لازم يراجع نَفْسه، لإنه ده فشل. حتى لو أنت شايف إن أنت ناجح، لأ ده فشل، فكرة إن أنت مش عايز تطلّع نَفْسك غلطان، ده في حد ذاته قمة الفشل، ما ينفعش كده، أكيد غلطت في حاجة معيّنة، أصل مين يعني ماشي كامل مضبوط 100%، فلو حد شايف نَفْسه كده، فهو فعلًا لازم يراجع نَفْسه، لازم كده يبُص على نَفْسه من بعيد ويشوف،
لازم يطلّع كل العيوب اللي فيه. لو هو برضه مش عارف يطلّع العيوب اللي فيه أو ما اتعودش حتى بسبب إن هو دايمًا شايف نفسه صح، ممكن يسأل حد تاني قريب منه، عادي كلنا بنحتاج نسأل غيرنا. أنا كآية باسأل غيري إيه المشاكل اللي عندي، إيه الحاجات اللي أصلّحها، كل ده لإن في حاجات برضه أنت ما بتبقاش شايفها في نفسك، دايمًا بتعمد نفسك لحد فيها، فهو هيكون كذلك. فلو مش عارف عادي ممكن يستعين بحد، ده مش غلط، لكن لازم يدّي كده check لنفسه ويشوف أنا غلطت في إيه ويصلّح نفسي. عشان إيه؟ عشان يطوّر من نفسه، أصل دايمًا طول ما أنت عارف أخطائك هتطوّر نفسك، أنا مقتنعة بده صح. 100%. لا ده حقيقي فعلا، طول ما هو بيكابر مش هيتغير ولا يتقدم ولا يعمل اي حاجه. بالضبط، أنت مش شايف فيه مشكلة أصلًا عشان تحلّها، فإيه يعني، أهلًا صح. وسهلًا. مم. صح. طيب شايف ايه اللي ممكن مثلا الصفات او الحاجات اللي ممكن واحد يعملها فتخليه ينجح، او الحاجات والصفات اللي ممكن واحد يعملها؟ عشان ينجح ممكن هو إحنا تقريبًا السؤال ده اللي هو إجابته الصبر كانت، بس بشكل عام عشان ينجح لازم إن هو يكون فيه صبر، ولازم يكون فيه محاولة أكتر من مرّة. plus كمان لازم يكون في عطاء، يعني إيه، يعني تحاول تساعد حد غيرك عشان أنت شخصيًا تنجح، لازم تحاول تساعد غيرك، تحاول لمّا تاخد علم تنشره للناس، ده أصلًا بيعمّق فهمك، لمّا تفهم حاجة مم. وتشرحها لغيرك ده هيساعدك إن أنت تفهم أكتر، فلأ حاول إن أنت مم. تساعد غيرك، خدت معلومة معيّنة من الناس تشرحها للناس، تساعدها لحد معيّن عايز يتعلم، تحاول توصّل تجاربك للناس، كل دي حاجات بتساعدك في الآخر إن أنت تنجح. بشكل عام حتى يعني لو أنت مش مقتنع بيها بالجانب ده، ممكن تقتنع من جانب مثلًا إن أنت لمّا بتساعد حد غيرك فهو بيتكلم عنك كويس، فتبدأ إن أنت تكون معروف أكتر. فالحاجات دي كلّها بتفرق. مم. كان في مقولة قبل كده جوزيف قالها لي يعني في البودكاست يعني وكده، وهي ساعد غيرك يكتر خيرك. بالضبط، بالضبط، مم. هي دي. كل ما تساعد اكتر كل ما خيرك يكتر. سامعني؟ هو قطّع شوية بس معاك. تمام. طيب ايه الصفات بقى اللي ممكن مثلا واحد طب هل في صفات تانية ان ممكن واحد يعملها فتخليه ينجح؟ انت قلت العطاء مثلا. المحاولة دايمًا خصوصًا بعد الفشل عشان هنفشل كتير. مم. طبعًا ربنا ما يدّيك الاستمرارية فشل يعني. عموما يعني ممكن نقول الاستمرارية. بالضبط، الاستمرارية والصبر طبعًا. مم. طيب ايه الصفات اللي ممكن واحد يعملها فتخليه يفشل؟ أي حاجة عكس ده صف... تمامًا هي فشل. فكرة إن مم. أنت تبدأ تبدأ في حاجة وما تستمرش لمجرد إن أنت مش لاقي نتايج، ده فشل. تمام. يعني أنت لازم تمام. تحاول أكتر، تحاول أكتر، الحاجة مش بتيجي من أول مرّة. مم. تمام. طيب لو الوقت رجع بيكي تاني وكده تدرسي نفس كليتك ولا تخش مجال، تخش أي حاجة تخص مجال كتابة المحتوى؟ لأ ما عادي، ما أنا موازنة ما بين الاتنين فما فيش مشاكل. كنت تخش كليتك يعني. لأ كنت هافضل فيها ما شاء انتوا الله، باحبها جدًا انتوا يعني. انتوا التكليف ده بعيدًا اتلغى إن من أنا عندكم متهانة. لأ لحد دلوقتي لسه. والله أنا لا لسه سمعت معيّطة إنها من اتلغت. الامتحان أصلًا بس زي الفل. هو بيطلع أقاويل بس قرار رسمي وكده لسه. الحمد لله يعني مش ناوية إن شاء الله ما يتلغيش لحد ما نخلّص. وانتوا في الامتحان تعيطوا كده بره الامتحان، اللي هو اسمها ديت دي مني تومن وكده. بالضبط، إنما في الامتحان عياط وعياط. طيب انت شايف ايه أهمية العطاء بالنسبة لك، أو أهمية العطاء عموما، شايفه له فايدة وبيرجع علينا في الآخر ولا لأ، وايه أهمية التواضع؟ طب لأ اسمه إيه، العطاء أيوه، العطاء من وجهة نظري طبعًا هو بيزوّد يعني إيه، هو بيزوّد رزقك فعلًا، كمان بيساعدك على إيه، إن أنت تفهم مم. أكتر، يعني زي ما قُلنا كده زي لمّا أنت توضّح لحد معلومة عندك أو علم هو موجود عندك، هتلاقي نفسك اتعمّق عندك أنت، يعني أنت بقيت فاهمه أكتر، صح. يعني أنا لا كآية أكتر المعلومة حاجة بتثبت في باستفيد منها مخك. السيشنات اللي باشرحها، والله فعلًا مم. بجد، اه. بتلاقي نفسك وأنت بتشرح وبتدّي غيرك المعلومة عندك اتعمّقت واترسخ لك، وايه فالموضوع بيبقى كمان إيه ده الواحد بقى بيطلع كلام ما يعرفش جابه منين. والله العظيم بجد وده بدون مبالغة اه. يعني مش باوافقك صح. على كلامه اه. وخلاص، تلاقي نفسك اه لا طلّعت لا ده أمثلة ما حقيقي، ده كنتش حقيقي. تعرفها. اه صح والله النقاش ده. والنقاش أصلًا وتلاقي نفسك إيه، اه. وجهة النظر وسعت كده، بقيت فاهم أكتر. مم. لا، لأ، انا الموضوع بقيت بيفرق بستشهد خالص. بامثله ما اعرفش ان الامثله دي جبتها منين، بقيت بستشهد بكلام ومش عارف ايه فعلا ومن غير ما أيوه. احضر يعني. انا حاليا بقيت بخش السيشن من غير تحضير الحمد لله يعني. الاول كنت بحضر، كنت ممكن مش عارف ايه، دلوقتي ما انتش بحضر خلاص. انا عندي مثلا سيشن يعني امبارح مثلا كنت في الجيم اصلا تمام، وطلعت الساعه 8 فدخلت اصلي في المسجد، وبعدين بعد ما طلعت لقيت ادمن التيم بيرن عليا بتقول لي بنتي بتقول لي مش يلا عشان المحاضره. قلت لها محاضره ايه؟ أنا نسيتكم أصلًا. والله. بقول لها انت مين؟ قالت لي انا كذا، هو انت مش في محاضره دلوقتي عن تغذيه؟ قلت لها يا نهار ابيض. أنا مش فاكرِك أصلًا.
لأ، هو أنا برضه لمّا بدأت كنت باحضّر نفس الموضوع، بس بصراحة ما كنتش باحضّر كتير، يعني بس إيه، العناوين وكده عشان أنا كنت إيه، خُلقي ضيّق تمام، وما ايوه ايوه عنديش اه. أنا حتى لمّا طلعت أعمل podcast مع إنه غلط الكلام ده، المفروض لمّا تعمل podcast يكون في script. أنا والله ما كان عندي خُلق أعمل script مع إني باكتب سكريبتات في الشغل عادي، إنما جيت أكتب ايوه. script لنفسي لأ، مش حاسة، بس فقُمت عاملة إيه، مم. مقطّعة الscript اللي كتبته وكده جات معايا صدفة واتكلمت، فالموضوع بييجي معايا صدفة حرفيًا، فجأة انا كده برضه في أتكلم ايام. مم. تلاقي إيه الكلام طلع لوحده، ما تفهمش أنت طالع منين ولا جاي منين، أصل بس هو انا طلع. برضه ساعات مثلا بفتح الكاميرا، وما برضه يعني المفروض انا اصور فيديو المفروض اكتب له سكريبت، لا انا برضه ساعات بقيت ده مثلا افتح الكاميرا، محمود انت تتكلم عن كذا يلا دوس، اي كلام ما اروح بالضبط. مطلعه، ما اعرفش والله بجيب الكلام منين ومش عارف دوت بقى بيجي من كتر بقى القراءه، من كتر التعلم، من كتر السماع، من كتر السيشنز، المناقشات مع الناس، افاده الناس وهكذا يعني. أيوه، لأ هي بتيجي من التعوّد دايمًا، اللي هو أنت في الأول بتبقى مم. محتاج وكده، بس في الآخر تلاقي نفسك إيه، خلاص بقى أخدت على الموضوع، ما بقاش في رغبة، ما بقاش في خوف، ما بقاش في أي حاجة، مم. رهبة sorry مش عارفة رهبة إيه دي بس ايوه ايوه. تمام، بس مم. فالموضوع تعوّد يعني. طيب ايه تعريف النجاح بالنسبه لك؟ المحاولة، إن أنت تحاول حتى لو فشلت، يعني ما أنت ممكن تحاول مثلًا مم. وربنا ما يكتبلكش ده، بس أنت نجحت بالنسبة لك يعني، أصل أنت كنت يعني هتعمل هل أساسًا حاجات هل شايفه ده نجاح يعني؟ أصل النجاح مش بس إن أنت تفضل تدوس بطريقة ملموسة، ما هو أنت ممكن تحاول وتفشل، بس أنت ما لكش ذنب، يعني say أنت مم. ذاكرت وعملت اللي عليك وربنا ما أردش تدخل الكلية اللي أنت عاوزها، خلاص مم. ما هو أنت عملت اللي عليك يعني، فأنت نجحت بالنسبة لنفسك، لكن مم. المعايير التانية أنت ما لكش دعوة بيها، لإن الكلام ده أحيانًا مم. بيحبطنا فعلًا، أنا كآية باحبط أحيانًا لمّا ما بالاقيش نتايج اللي أنا عملته، بس أنا بالنسبة لي كآية نجحت، يعني أنا مش هالوم نفسي في الآخر عشان حاجة ما حصلتش وأنا ما ليش إيد فيها، فخلاص يعني خلّيها، صح. فأنت طب خلاص مقتنع إن هي سمع. ما كانش نصيبك، بس أنت حاولت. مم. إحنا مأجورين يعني الحمد لله إن إحنا مأجورين حتى على حاجة زي كده. صح صح. ده لا وكمان ايه، وعايز اقول كمان ان المحاوله والسعي والتعب ده كله مش ببلاش، يعني ده كله احنا بناخد عليه اجر. اولا بالضبط. بناخد اجر التعلم، ان احنا بنتعلم ده كله بناخد عليه حسنات، مش يابان منصوره كده لا طبعا. وبالذات لو مظبطين النية بتاعتنا ان عشان نفيد الناس مش عارف ايه، حتى لو عايزين نجيب فلوس من الموضوع مفيش مشكله ان احنا نكون نيتنا ان انا عشان اجيب فلوس وعشان افيد الناس، وبالذات ان احنا بنعمل سيشنز مجانيه، فدي حاجه يعني هناخد على اجر اهو. حته المحاوله والسعي والكلام ده كله مش بيبقى يعني كده يعني. في ناس عندها نجاح ان انا اجيب دولارات. بالضبط. لأ هو ما دام أنت حاولت خلاص فأنت مأجور على كل محاولاتك دي سواء نجحت أو فشلت، ما دام عملت اللي عليك مم. خلاص الموضوع محسوم. طيب لو خيروكي او لو احنا كده خيرناكي كده مثلا انك تختاري تكوني ايه، تكوني شخصية موهوبة ولا شخصية ملتزمة، تختاري تكوني ايه فيهم؟ ملتزمة طبعًا. يعني تكوني شخصية ملتزمة وما عندكيش اي موهبة. لأ ما هو أنت لو ملتزم ما هو أنت ممكن ما يكونش عندك موهبة بس أنت إيه، يعني أنت عندك مهارة، طب ما مم. أنا كآية ما عنديش موهبة، يعني لو جيت قُلت لي اكتبي مم. خاطرة، أنا والله ما أعرف أكتب خواطر، ما باعرفش أصلًا، وما كانش عندي مهارة الكتابة، يعني أنت لو شُفت لي بوستات من 3 سنين والله مم. العظيم حرفيًا تقول دي استحالة، استحالة تكون آية، ايه فما القرف كانش ده؟ عندي أيوه، أنا شخصيًا لمّا باشوفها باقول إيه ده، إيه القرف ده فعلًا، انا فلأ لو يعني بشوف إيه نفسي زمان بقول الحمد لله اني كبرت صحيح. أقسم بالله وأنا الحمد لله كانت بوستات تخوّف اه. كده يعني وكلام مم. غريب ونُص حروف متاكلة وها بدل إيموشنات حاجات غريبة كده الإنسان كان بيعملها، بس مم. خلاص بقى ف فلأ مم. يعني فأنا أصلًا ما عنديش الموهبة أصلًا، يعني أنا لحد دلوقتي أنا ما عنديش مشكلة إن أنا أقول حاجة زي كده، بس أنا ما عنديش الموهبة، مم. أنا عندي المهارة، مم. يعني أنا اتعلمت وبقى عندي يعني هي بالنسبة لي الموضوع كدخْل بس، لكن أنا مم. مثلًا لمّا بازهق هل أنا باكتب وباطلّع خواطر؟ ما باكتبش وما باطلّعش خواطر. لمّا بامسك مم. بالاقيهم حاجات تانية، إنّما في ناس اللي هي كاتبة وكده، تمسك فتطلّع لك خاطرة حلوة وكده، طبعًا ده فوق مم. راسي، بس أنا مش كده، يعني أنا كآية مش كده، فعادي أنا أصلًا ايوه. مش موهوبة، يعني هي مش موهبة، هي الموضوع إيه، التزام يعني، الالتزام الموضوع احسن فعلًا من فأنا أصلًا ملتزمة مش موهوبة. ايوه ايوه، طب كويس جدا. طيب هل شُفتِ قبل كده حلمِك بيتحقق في خيالِك؟ هل تخيلتِ قبل كده أنتِ بقى وصلتِ للمكان اللي أنتِ عايزة توصلي له ومش عارف إيه؟ إيه كتير، كتير. طب هل ده أصلًا المفروض نعمله أو المفروض نتخيله وكده عشان الواحد يوصل للحاجة ديّة والّا شايفة إنه لأ عادي يعني؟ لأ، يعني أنا شايفة إنه عادي نعمله، يعني ليه ما أصل أنت لمّا بتتخيّل حاجة زي كده بيبقى عندك الحماس أكتر، إن أنت تشوف إمم. الحاجة اللي أنت شُفتها في خيالك دي تتحقق، بتدّي فبيبقى نفسك إيه، ده power. أثره حلو عليك. وفي ناس برضه بيأثّر عليها بالسلب، يعني إيه، تحس إن هي إمم. خدت النشوة دي كلّها في حلمها، فتيجي إمم. على أرض الواقع ما تعملش كده. لكن بشكل عام إمم. الطبيعي أو اللي أنا شايفة إن هو الnormal أكتر، هو إنه لأ، يعني دي حاجة بتحفّزك إن أنت تشوف ده بيتحقق على أرض الواقع. أيوه أيوه. طيب إزاي ألاقي نفسي لو واحد مشتت وتايه وكده وعايز يلاقي نفسه، إزاي يفهم نفسه ويكتشف نفسه؟ بالقراءة، يعني أنا إمم. كآية باكتشف نفسي بالقراءة،
فطبعا تمام. مش مع كل الناس ما بتحبش القراءة، بس يعني القراءة بشكل عام لا بتساعدك تكتشف نفسك أكتر. يعني شايف ان القراءة اساسية في حياتنا في يومنا كمان، حتى لو مش بنحبها غصب عنك، شايف ان القراءة اساسية كأنها فرض سادس مع الصلوات، وشايف الجيم برضه او الرياضة عموما فرض سابع. بالظبط، اللي بتأثر بشكل يعني بشكل كبير جدا على عقلية الفرد، وحتى الناس اللي ما مم. بتحبش تقرا مثلا، لا ما هي ممكن يعني كتاب تسمع تخليه في شكل صوتي، بودكاست. كتب صوتية. بالظبط، تسمعه صوتي، فانت مش مضطر يعني ان انت تقرا لو انت مش حابب، لكن على الاقل تاخد مم. العلم اللي موجود فيها، لان بيبقى فيها صح. تجارب، انت بتاخد تجارب خلاصة الشخص في 100 صفحة مثلا، فانت لا اكتسبت كم تجارب كبير. طبعا التجربة بتبقى مختلفة لما تسمعها عن لما تعيشها، بس ايه على الاقل بيبقى عندك وعي اكتر. مم. طيب هل انت لسه بتكتشفي موهبة عندك وكده، ولا انت خلاص بقى انت عرفت انت بقيت كاتبة محتوى وبقيت ماشية في الموضوع فكده وقفت عند كده، ولا لسه بتكتشفي موهبة عندك وحاجات زي كده؟ لا عادي لسه بكتشف، يعني انا ما كنتش اعرف ان انا عندي مهارة حل المشكلات او كده، بغض النظر ان احنا مم. يعني دايما في مهارة زي دي بالذات بنكتبها في السي في وكده وبتاع، وانا كنت بكتبها مم. بس ما كنتش اعتقد انها عندي، بس لا مع الوقت مم. اكتشفت انها اصلا موجودة. فمع الوقت بحس ان لا في مهارات كانت موجودة وانا لسه ما اكتشفتهاش، فممكن يكون في مم. مهارات تانية لسه، ممكن يكون ما فيش بقى، الله اعلم لما اشوف طب هكتشف ولا طب لا. ازاي الواحد يفضل يكتشف عنده مهارات؟ غالبا بتيجي بالصدفة، لان انا المهارات اللي اكتشفتها كلها تقريبا او اغلبها جاية بالصدفة، يعني حاسة الموقف مم. معين فانت لما تأملت فيه لقيت ان انت تصرفت بشكل مختلف، فهنا تحس ايوه. ان لا انا عندي مهاره، فانت ايه الموضوع بيجي معاك صدفه بتتصرف انت يعني حسب طريقتك، بس انت مش عارف ان المهاره دي عندك، بس هي اوريدي عندك، فانت لما تلاحظ تصرفك ده او الموقف اللي انت خدته، لا يبقى المهاره دي كانت عندي فعلا وانا مش واخده بالي، فالموضوع مم. بيجي كده. ايوه ايوه. طيب انت بتفكري بقلبك ولا بعقلك، وشايفه ايه الافضل وايه الصح؟ هو طبعا مفيش حد بيفكر بعقله 100% يعني، وانا برضو مش كده، والله فاحيانا كده. عادي بفكر بقلبي وببوظ الدنيا، بس ايه في الغالب يعني بفكر بعقلي في الغالب يعني. هي ماشيه شويه بعقلي شويه بقلبي وهي ماشيه. الاثنين بيختاروا غلط في الاخر بصراحه، مم. بس هو بشكل طيب عام انت يعني التصرف بالعقل بيبقى ايه الصح. العجل طبعا يعني، اصل مم. قلبك دايما ماشي حسب عواطف وكده، ما بتبقاش مقاييس ناجحه، فالافضل ليك انت تتصرف بعقلك، بس بشكل عام احنا كبنات يعني بنتصرف دايما بعواطفنا اكتر، فيعني ايه انا برضو البنات ما خرجتش من غريبه الزون يعني. دي. اه مش كله. بس يعني في الغالب هتلاقي عواطفنا سايده، فبرضه انا كأي عواطفي مم. سايده برضه، بس يعني في مم. مواقف معينه بتصرف بعقلي عادي، وطبعا الصح مم. انك تتصرف بعقلك يعني. ايوه. طيب لو هنقول بقى ايه المشاكل والعقبات اللي قابلت آية في مشوارها، عشان لما حد يخش المجال دوت ما ويعرف المشاكل دي والعقبات ديت فايه ما يقعش فيها، عشان نختم بقى البودكاست. ان انت ما تنزلش في شغلك عشان ايه، يعني ما تنزلش من سعرك لمجرد بس ان انت لسه بادئ، لان الخطوه دي انا مم. عملتها كتير، يعني كنت بس بنزل من سعر شغلي لمجرد بس ان انا ايه، ان انا يعني خايفه ان الخدمه بتاعتي ما تتاخدش مثلا، فاللي هو مش مشكله مم. ننزل سعرها بس الناس تكون موجوده، لا دي غلطه، ايه نحاول ان احنا ما نعملهاش في البدايه. طبعا ممكن طب تبدا مجاني، بس لما تبدا بجد حاول لا يكون سعرك على قد مجهودك وشغلك وتعبك. مم. طب حتى لو عمل يعني لو عمل سعر مثلا معين ولا العدد قليل ما يقللش مثلا عشان يجيب عدد اكتر؟ لا لا، ما دام هو ده شغلك والسعر، وما تكلفش اكتر من كده، انت كده بتقلل من قيمه لا. شغلك، وده مم. بيأثر على فكره الناس بشكل عام، لو لقيت المحتوى السعر بتاعه مش عالي هتحس ان الكواليتي نفسها مش كويسه، مم. حتى لو ايوه. الكواليتي كويسه، هو الناس عندها اعتقاد زي كده، يعني ما دام في حاجه سعرها غالي فهي اكيد واو، حاجه هو ده سعرها اللي مش بيقوله. بالظبط، عشان فده بيبقى ده تفكير الرأي الناس. المفيد. اه هم بيعملوا كده. بس دي مقولة غلط عموما على فكرة يعني. ايوه طبعا غلط جدا، ما هو ما ينفعش ان انت تحكم على حاجه انت ما جربتهاش لمجرد السعر بس، يعني صح دي اه. نظره سطحيه جدا بصراحه. تمام، يبقى فلما رقم واحد ان هو. بالظبط، وفي الاول يعني حاول تاخد ورشه تسعير عشان تشوف بالظبط السعر يبقى ماشي ازاي، الدنيا تبقى ازاي كده، وطبعا النقطه التاني تمام. ممكن لو عايز تكسب اكتر ممكن تعمل خصومات مثلا، لكن ما تقللش من قيمه الشغل بشكل عام. تمام. في تاني؟ غالبا لا. تمام. طيب انت في اخر البودكاست عايزة تقولي اي حاجة زيادة او جديدة للشباب، عندك لهم اي نصيحة مش عارف ايه عموما بقى في الحياة عموما كده؟ تمام، هو ممكن نقول لهم ان هم يحاولوا كتير خالص ان هم يكتشفوا نفسهم، يجربوا اكتر من مم. حاجة، يكتشفوا مم. شغفهم، لازم مم. لازم يبدأوا بكل ده، بلاش يعني نضيع وقتنا دايما في التليفون، طبعا وجود الفون مأثر علينا كلنا، بس نحاول ان احنا مم. على الأقل نستغله،
نحاول نستغله، بالظبط. نتعلم مهارة، نحاول نشوف كورسات، الحاجات دي بتفرق مم. فعلا. فنحاول إن احنا مم. نطور مهارات، ندور على شغل. مفيش مشاكل انت تشتغل وانت في فترة الجامعة سواء كنت ولد أو بنت. نحاول إن احنا مم. دايما نسعى ونتعب في أي مهارة احنا عاوزينها. حتى لو بنتعب بس في القراءة، ده كفاية جدا. تحاول انت تطور من نفسك. المهم ان اليوم اللي يعدي يكون يعني يكون افضل من اليوم اللي قبله، دي اهم حاجة. كل. ما تعديش مم. ايامك فاضية، لان كده مش مم. هيكون في اي تطور، وبالعكس هننحدر. يعني ما دام انت مش بتتقدم فانت اكيد بتتراجع. صح، واهم حاجه عايش. طبعا نركز، اهم حاجه نركز في الجانب الديني، ده بالنسبه لي اهم حاجه. نحاول نشوف مم. دورات دينيه. لاي حد، شيوخ كتير بصراحه بدون ذكر اسماء. نحاول ان احنا دايما ايوه. نطور ديننا، الدين بالذات. يعني دي اهم حاجه. وعلى فكره الدين لو اتطور هتلاقي نفسك بتتقدم في المستويات التانية. يعني تلاقي نفسك فجأة صح. مش عايز تضيع وقتك، لأن الدين أصلا أمرك بكده. فأنت تلاحظ دايما لا، مش هضيع وقتي، هحاول أتعلم مهارة تانية، هحاول أشوف حاجة. فتلاقي دايما الدين بيسحبك. يعني أنت لو بدأت أصلا بالدين انت كده خلاص كل حاجة عندك هتتطور. فلو نبدأ بالدين مم. يعني انا شايفة ان ده هيبقى حاجة مختلفة. انا للاسف بقيت بتصدم ان الناس تخش تقول لي انا عايز اعالج مثلا نفسي دينيا، او مثلا انا مش كويسه مثلا، فبعدين اسالهم، او مثلا حد يخش يشتكي لي من مشاكل نفسيه او اكتئاب والحاجات دي. بقول له طب انت اخبار صلاتك ايه؟ يقول لي عادي. اقول له يعني عادي إيه؟ يعني بتصليت امبارح ايه مثلا كام فرض مثلا؟ يقول لي اتنين. فمثلا افتكر مثلا وده الاتنين دول يعني هيروح. اللي هو بقول له انا بفتكر مثلا الاتنين ده يعني اتنين في المسجد مثلا والباقي صلاه في البيت، فنعذره مثلا تمام مع انه غلط يعني. فبقول له ده يعني صلاتهم امتى بقى؟ يعني لو متاخر مثلا مش عارف ايه. يقول لي لا ما صليتهمش. بقول له نعم انت طب نوصل لهم امتى؟ هو اللي يقول لي هو لازم. نهار ابيض. او واحده مثلا تقول لي لا ممكن يوم يجي عليها ما تصليش ولا فرض، اللي هو إيه يا جدعان. واحده مثلا تيجي تقول لي مثلا ده لا انا نمت امبارح من غير ما اصلي العشاء، اصل الصراحه ما كنتش في المود. مود ايه يا جدعان دوت اللي يخليني اسيب الصلاه وانام يعني مثلا. فلا بقيت بتصدم مثلا ناس كتير بتقول انت يا ابني اخر مره مسكت المصحف امتى قرات ورد؟ ما فيش. طب انت يا ابني بتسمع سلاسل دينيه ومش عارف ايه؟ لا. فلا، وفي ناس كتير كده جدا على فكره كمان يعني. فربنا يتولانا يعني. على فكرة بالنسبة لنقطة الفيس أو السوشيال ميديا عموما أو الفون، إن أنت بتقولي يعني إن هو بيأثر علينا وكده، وده أكيد ده طبيعي. بس أنا شايف إن الفون والنت والسوشيال ميديا، أنا رأيي غير رأي معظم الناس، معرفش ده الصح ولا إيه، بس أنا مقتنع برأيي ده، إن الحاجات دي كنز. أنا شايف التليفون ده كنز، شايف النت ده كنز، شايف السوشيال ميديا كنز. بس إحنا اللي بنعرف نستغل الكنز ده، وإحنا اللي بنعرف نضيعه من إيدينا. يعني أنا كان بالنسبة لي، أنا كمحمود، أنا حياتي كلها سوشيال ميديا وتليفون ونت. محدش يبقى يقول لي ده انت كام ضيعتك، لا انا حياتي كلها مفيده بسبب دول. لو النت اتقطع من عندي مش هعرف اطور من نفسي، مش هقدر اتعلم، مش هقدر اجيب كورسات. ليه؟ لان انا عندي كميه كورسات وكميه داتا لكل الكورسات لكل المجالات على السوشيال ميديا وعلى النت وعلى التليفون وكل حاجه. بتابع ناس كلهم مفيدين على السوشيال ميديا، فبالتالي لما بقعد حتى 5 دقائق ولا 10 دقائق على السوشيال ميديا ما بضيعش من وقتي. يعني انت مثلا لما بقعد مثلا امسك اليوتيوب مثلا، اقعد على اليوتيوب مثلا 5 دقائق ولا 10 دقائق مثلا، زي ما اي حد بيتصفح كده، بس الناس بقى بتتصفح بتبوظ الدنيا وكده. انا مثلا اقعد 10 دقائق بيطلع لي ولا يجي 10 بودكاستات مفيدين، بروح حافظهم عشان اسمعهم. يطلع لي مش عارف فيديوهات لناس مفيده، اروح حافظهم عشان اسمعهم او اقعد اسمعهم في نفس الوقت. وهكذا. كذلك لما اقعد على الفيسبوك طول ما انا قاعد عمال يطلع لي يا مؤمن منزله بص مش عارف مهم، مش عارف كذا بتنزل بص مهم، مش عارف محمود منزل بص. اقعد اعمل احفظ واجي بقى اروح افضي نفسي مثلا ساعه في اليوم ولا حاجه، ابدا افلتر، ابدا اشوف البوست اي منزل ايه، ابدا اقرا البوست كامل واستفاد منها معلومه اتنين. خلصت قراءه البوست اروح ايه شايله خلاص، اسمع اشوف بوست تاني وهكذا. فانا بالنسبه لي دول كنز، بس انا اللي بعرف، انا اللي بخليهم كنز وانا اللي بخليهم نقمه في حياتنا يعني. بص يا محمود، هو ده بيعتمد عليك كشخص. يعني انت كمحمود بتعرف مم. تكنترول الحاجة دي. بالظبط. غيرك من مم. الاشخاص ما بيعرفوش يعملوا كده. وعلى فكرة انا من الناس دي. يعني انا بعرف اظبط، بس احيانا لا ما بعرفش. ولدرجة ان انا مم. شخصيا حتى برنامج بيقفل الفون عندي في لحظات معينة. مم. انا عايزة اشتغل خلاص ضغط الشغل لازم اقفل الفون. لان مم. السوشيال ميديا بشكل عام طبعا هي مفيدة، بس تلاقي نفسك اتسحبت. يعني انت كنت بتدخل في مم. بوست معين، دخلت في بوست تاني ملوش اي علاقه، بس هو جذبك. فالموضوع عامل زي سلسله كده. ما دام دخلت مش هتعرف مم. تخرج. فلا، ليه من الاول اصلا؟ فانت تحاول دايما انت ايوه. يا اما تتابع الناس المهمين عندك، عشان لما انت تقعد تشوف البوستات وتقعد فتره طويله لا يكون كل البوستات دي اصلا مفيده، ما يكونش اي كلام اه صح. وخلاص. هو انت محتاج الحل تفلتر ان هو كل الناس. يتابع الناس المفيده، بس يبقى يمسك الفيس بالظبط. ده يفلتره. اي حد مش مفيد، اي هو حد مش اهم بيقدم حاجه. محتوى اشيله. بالظبط. ما دام انت عايز ان انت مهتم مثلا بالديزاين، يبقى كل الناس اللي عندك بتنزل نصايح على الموضوع ده. مم. او صح. مثلا حاجات تانية مشابهة ليه، حاجات مم. ماركتنج مثلا، حاجات دينية. بس ما يكونش ايوه. مثلا في النص بوستات هزار وبتاع وكورة ايوه صح. وبرشلونة عمل ايه النهاردة. طب ما انت ازاي هتركز او ازاي هتستغل وقتك؟ تدخل تشوف
الأخبار ده وأخبار ده والمسلسل الجديد عمل إيه وكل ده، فهتلاقي نفسك في الآخر إيه، ضيّعت 3، 4 ساعات من غير ما تحس. فالفون مفيد صح. لو أنت استغلّيته صح، إنما هو مضر في حالة إن أنت إيه، كنت عشوائي، وده أغلب الشباب اللي بيمرّوا بيه، إن أنت دايمًا عشوائي، ايوه معاك صح. فون وخلاص، مم. فتلاقي نفسك مم. من الصبح لليل وأنت عليه وأنت مش مستفيد أي حاجة أصلًا. صح صح. تمام. طبعا في اخر البودكاست بشكرك جدا طبعا على البودكاست الجميل دوت. انا استفدت منه حاجات كتير، استفدتها منك والله. ربنا ينفع بيك دايما ان شاء الله، وربنا يوفقك ويكرمك كده ونشوف كده ان شاء الله في مكان عالي يعني في كتابة المحتوى. تمام. ونسمع عنك ان شاء الله كل خير في المستقبل، وتكوني بقى معروفة ومشهورة بقى، ما تنسيناش طبعا ساعتها لما تكوني بتقبضي بالدولار. واتمنى ان شاء الله نكون فدنا الشباب في البودكاست دوت، ويكونوا استفادوا ان شاء الله يعني من الكلام اللي قلناه. والله يا باشمهندس أنا اللي باشكرك جدًا بصراحة على البودكاست الجميل ده، وعلى الفكرة بشكل عام، وعلى نقاشك اللي فعلًا يعني ضاف لي كتير، فبجد أنا اللي باشكرك جدًا يعني بجد كانوا ألطف ساعة ونُص تقريبًا أو ساعة وتِلت مش عارفة، فأنا مبسوطة فعلًا بيها. العفو، ربنا يخليك ان شاء الله. يمكن يكون لنا لقاء تاني عن اي مجالات تانية ان شاء الله. ربنا يكرمنا دايما ويوفقنا، ونكون بنترك اثر كويس للناس ينفعنا بعدين يعني ان شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله.